فتحي، المغرب تبدأ اليوم المونديال بشكل حقيقي، من المفترض ب3 نقاط تمنحها أريحية كبيرة أمام اسكتلندا، ولربما كل الأمال على أن يكون خطف النقاط ال3 في هذه المباراة هو بوابة للذهاب أبعد قدر ممكن في هذا المشوار، مشوار مونديال 2026. هذه المواجهة مع هذه الحسابات مع هذه الضغوطات أيضا، كيف تقرأها؟ نقرأ أولا المغرب ما تخاف كم المغرب. الفريق المغربي ما يخاف كم من نفسه، لأنه الفريق المغربي من كبار العالم، هذا حتى بترتيب الفيفا متاع عنده 48 ساعة. سادس فريق في العالم. ماناش احنا تقول مجاملة وعرب ونحبوا المغرب، لا لا لا، فرض حبه علينا. المغرب فرض حبه علينا، وبما انه فريق عربي ما تنجم كان تحبه وتشجعه، واضحه. الترتيب الاخير المغرب السادس، عندك 212 بلد، المغرب السادس. كيوش على اللي يجي من بعد، اللي يجي من بعد لوج عليه باللوب، لوج عليه بالفتاش. اذا المغرب يخاف كم من المغرب. جمال مبسوط يبتسم. لا عنده الحق، صح عليك، صح عليك معناها. لا صح عليك، صح علينا ايضا للامانه. معناها المغرب فرض علينا وانا نتفرجوا فيه وكانوا فريقنا. صحيح. فرض علينا كعرب، يمثل رغبة العرب وحماس العرب، ويمثل طموحات ايضا العرب. خالد يحكي لك احنا ما عندناش عقد. انا شخصيا ما عنديش عقد. انا اللي ينورني كبلد عربي انا معاه، نهز العالم معاه. المغرب نورنا. ما تنجمش ما تحبش المغرب، ما تشجعش المغرب، ما تنجمش المغرب يلعب بين نهارين وبين نومين، ما تقعدش تفرش المغرب لاخر مقابله. سامحني، فرق اخرى يجيك النوم وترك، يجيك النعاس. اذا قلت لك المغرب اليوم فرض نفسه، واليوم المغرب عدوه الاول هو المغرب.